السلام عليكم اخوانا اخوات زوار متابعي قناه بلف سبور. مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال باذن الله. في فيديو لهذا اليوم غادي نطرقوا لواحد الموضوع اللي مهم جدا، وتنظن ما كاينش شي واحد اللي يتطرق ليه من غير القناه ديالنا ان شاء الله اللي غادي نطرقوا لهذا الموضوع. بحيث ربما ان اللي خاصكم تعرفوا بان القناه هبطت لواحد الدرجه ما تصورش، بحكم ان الجراد البرغوثي والجزائري حاربونا، باش ينزلوا من القيمه ديال القناه او لا يهبطوها بالتبليغات كيبلغوا علينا. علاش؟ لانك انت تناصر بلدك وهم يناصرون بلدهم، وكيبلغوا عليك. ما عرفش باش تعرف عقول واهيه وعقول صبيانيه. ماشي مشكل، انا كنقول لكم بلغوا حتى الا مشات هذه القناه غادي ندير قناه اخرى وغادي نكشف. وحاجه اخرى، كل ما كانش المواضيع اللي كنطرقوا ليها في هاد في هاد القناه كتزعجهم تصيبهم بنوع من الوسواس القهري، ما غاديش يقوموا بالتبليغات ويديروا زيد ناقص. وهذا دليل على ان القناه راه مهمه وكيشوفوها واحد العدد كبير منهم. والاشياء اللي كتقال في الواقع والحقيقه اللي كتقال في الفيديوهات ديال هذه القناه تصيبهم بالذعر وربما بشيء من هذا القبيل. فموضوع لهذا اليوم، اضطريت باش غادي ننزل مواضيع بزاف على هاد القضيه ديال هاد الجزائريين اللي ما بغاوش يبعدوا منا. غادي نعطيكم هاد الفيديو هذا. خاصكم تعرفوا اخواني اخواتي بان هذا الفيديو غادي نديرو على ان الجزائر تريد او تتحرك لتعرقل الملف المغربي الاسباني البرتغالي لتنظيم مشترك في كأس العالم 2030. ونعطيكم بالدلائل، وهادشي راه كاين في الانترنت ويمكن لكم تصفحوه، وغادي نعطيكم حتى المصدر الا بغيتو. الجزائر تطلب من الاتحاد إعادة النظر في هذا الاقتراح، الاتحاد البرتغالي بالضبط، في هذا الاقتراح، وإلا فإن كأس العالم يمكن أن تصبح فرصة مميزة لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب. سمعوا بنادم مقرا ومحترم وما مخليه ليا وما عرفش علاش بنادم راهو صابهم ماشي بالوسواس القهري. بزاف الامراض سبب لهم المغرب، سبب بزاف الامراض الجزائر بجميع الفئات الهشه اللي عنده. قال لك هنا: وجهت الجزائر عبر اتحاد الصداقه بين البرتغال والصحراء المغربيه، هم كاتبين الغربيه ولكن هي صحراء مغربيه قحه، رساله الى رئيس الاتحاد البرتغالي لكره القدم فرناندو غوميز، تدين، سمعوا مزيان، تدين فيها انضمام المغرب للملف البرتغالي الإسباني لاحتضان مونديال 2030. وجاء في هذه الرسالة نطلب من الرسالة كانت بهذه المصطلحات وبهذه الكلمات بالضبط: نطلب من الاتحاد إعادة النظر في هذا الاقتراح، وإلا فإن كأس العالم يمكن أن تصبح فرصة مميزة لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب بحسب ما أوردته مصادر إسبانية. كما قالت من جهتها، لأن ماشي الجزائر حتى البوليزاريو اللي قلنا لكم الأولى ديال الجزائر، هذا الخطاب أو الرسالة ديال البوليخاريو أو البوليزاريو أو بوليهشهش. من جهتها وجهت حركة تضامن مع الشعب الصحراوي رسالة إلى رئيس الاتحاد الإسباني، الجزائريين صيفطوا الاتحاد البرتغالي والبوليزاريو صيفطوا الاتحاد الإسباني. أرسلوا رسالة إلى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، قالت فيها: نحن مقتنعون بعدم وجود الظروف الملائمة لقبول إدراج المغرب في طلب تقوده إسبانيا والبرتغال، لأن المغرب لا يحترم حقوق الإنسان سواء على أراضيه أو في تلك التي يحتل فيها الصحراء. وتابعت: ندعو الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم إلى إعادة النظر في هذا الاقتراح، وإلا فإن كأس العالم ستكون فرصة مميزة لإخفاء الانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المغربي. وطالب أصحاب الرسالة الاجتماع في أسرع وقت ممكن بلويس روبياليس ليشرحوا له الحجج التي تدعم طلبهم. كذلك ولم تخفي المصادر ذاتها أن الحملة الجزائرية ومع جبهة البوليساريو سترتفع أكثر، خاصة في الداخل الإسباني، باستعمال منظمات حقوقية وجمعيات مدنية
للتنديد بالترشيح الثلاثي الذي يأتي في سياق تقارب سياسي واقتصادي بين البلدان المغرب إسبانيا البرتغال بعد دعم الأخير غير المسبوق والموصوف بالتاريخي لحق الرباط على كامل أراضيها من خلال الإقرار بو... بواجهة مخطط الحكم الذاتي في الصحراء. اذا باش تعرفوا ان هاد الكراغليه وهاد الجزائريين، هاد مساخيط الوالدين بالعربيه العربيه، هذا شعب يعني شهر شعبان ورمضان على الابواب. حشومه كيخلوك يعني تقول شي هضره اللي ما بغاوش يحشموا، ما بغاوش، ماشي حنايا كنجبدوهم ولا هما في افتقار وحنا في افتقار، وخلونا عليكم في افتقار. مش ليش كتبداو تجبدوا هاد الامور؟ وحاجه اخرى كنعاود نكررها، راه التبليغات راه ما كتزيدنا غير قوه. وبالعكس دابا عرفنا الصاد ديال القناه انه كيوصلكم وكيخترقكم وكيفوتكم ليه. غادي نبقاو نديروا ان شاء الله فيديوهات سواء وقرطونا ولا ما وقرطوناش، غادي نمشوا معكم حتى حنا الى اخر رمق. وجيبوا يعني الجارات، جيبوا سرق الزيت، جيبوا اللي بغيتي تجيبوا، راه ما عندناش مشكل. احبتي في الله، بغيت نحطكم يعني في الصوره بهذا الموضوع لان الجزائر تتحرك بشكل قوي، لا هي ولا البوليخاريو، باش يكون يعني يعرقلوا الملف. وغير باش نقول لكم او الخلاصه، راه ما تخافوا من والو، لان اسبانيا والبرتغال يعرفون الجزائر ويعرفون المغرب. وحتى الملفان يعني هما ما اقترحوا على المغرب باش يعني يدخل معاهم في هذا يعني الترشيح الثلاثي الا وعن مصالح وعن اهداف وعن يقين واقتناع، ماشي واحد جوج ثلاثه وغادي نمشيو ننظموا كاس العالم. باش نحطكم في الصوره هادشي اللي كاين. ما تنساوناش احبتي في الله، اشتركوا في القناه، راه الجزائريين دايرين فينا ما بغاو، كيهبطوا لنا الصينيه، كيصينا لنا القناه او كيقوموا بالتبليغات باش يهبطوا القناه، يعني ما توصلش لاكبر عدد ممكن من الناس. عاونونا باللي لايك والبارطاج، جزاكم الله خيرا. الى هنا ينتهي فيديو لهذا اليوم. ما تنساوش تهلاو ليا في راسكم، نتلاقاو في فرصه قادمه.